السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد يا رب علينا كلنا وعلى الأمة الإسلامية يا رب. يا رب زيح الغمة عن الأمة الإسلامية يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض الفتة، طريقة سهلة وبسيطة. ويلا ما نضيعش وقت، نبتدي مع بعض. عندي مية بتغلي، وعندي هنا نص كيلو لحمة. اللحمة دي طبعا ملبسة، مش لحمة ما فيهاش دهون وكده، لا. حطيت الأول اللحمة واسيبها تاخد، يعني ايه، اول لما تبتدي تغلي، شايفين الريم الابيض ده نشيله مع بعض. انا بديلها غلوة حوالي ربع ساعة 10 دقايق كده، اللحمة في مية بس. وبشيل الريم بتاعها على طول اول باول. يعني هنا بعد ما قعدت معايا ربع ساعة على النار، زي ما انتوا شايفين المية قلت طبعا. انا هبتدي ان انا اشيل اللحمة بتاعتي، هشيل كل اللحمة من الشوربة، عشان انا هعمل لها هشوحها بحبهان ومستكة كده، بتدي لها شمخة وطعم جميل جدا. هنا انا عندي معلقة سمنة بلدي. ما عندكيش حط زيت، بس السمنة طبعا بتدي طعم للشوربة رهيب. عندي طبعا حبهان مفصصاه، وعندي مستكة، وحطيتهم فصين مستكة، وحطيت اللحمة، وهبتدي ان انا اشوح اللحمة كده، اخليها تاخد لون من جميع الجهات كده، وتاخد طعم من الحبهان والمستكة، تبقى فظيعة. جبت الشوربة، بقيت الشوربة، وكنت غالية مية برضو وزودتها عليها، واسيبها بقى براحتها تستوي. حطينا طبعا الملح والفلفل قصدي وبصلاية، وهنسيبها انها، ولو طلع اي ريم هنشيله، وهنسيبها انها تغلي معانا. قبل ما تخش في السوا هنبتدي ان احنا نحط الملح. انا هنا عندي بحب احمص العيش، طبعا العيش البلدي بتاعنا. جبت رغيف، انا ما بحبش في الفتة عيش كتير، فانا جايبه الرغيف بس، ومحدش بياكل الفتة اللي انا في البيت، فيعني عاملة على قدي. بقطع العيش بيهرب، عارف هيروح فين. بقطع العيش مكعبات صغيرة، واحط عليها معلقة سمنة بلدي، وابتدي ان انا اخلي كل حتة مغلفة بالسمنة البلدي، وهدخلها عندي الفرن. اول لما تتحمص هشيلها. هنا انا هعمل الرز بتاعي. حطيت برضو معلقة سمنة بلدي. الفتة بتحب يا جماعة السمنة البلدي، حطوا سمنة بلدي. حطيت فصين حبهان واتنين مستكة، وعندي نص كيلو رز. انا زودت، قلت يمكن حد من الاولاد يحب ان هم ياكلوا معايا. حطيت نص كيلو رز، وهبتدي ان انا ادي للرز تشويحة كده بس مش كتير. والملح بتاعي طبعا، وهقلبهم كويس قوي. وهبتدي ان انا احط المية، وحطيت رشة فلفل، حاجة بسيطة كده. انا ما حطيتش شوربة، عشان قلت الشوربة نستعملها، نحب نشربها، هنستعملها في الفتة لسه، فحطيت مية. وطبعا الحبان والمستكة هيعوضنا من الشوربة. هنا انا هعمل الخل والثوم. عندي طبعا معلقة كبيرة ثوم. هبتدي ان انا احمرها معايا. انا مش عايزاها تتحرق يا جماعة، لو اتحمرت زيادة عن اللزوم بتمرر. هو اللون ده المطلوب. عندي تلت كوباية خل، وبحب ان انا ازودها كوباية مية، عشان بتبقى حامية قوي الخل، فانا بزودها ميه عشان تخف من الحموضه بتاعها. بحط الملح بتاعي، وبقلبهم كويس، واسيبها انها يعني التوم مع بعض كده، ان هما يستووا مع بعض. وباخد منها مغرفتين بحطها على جنب، وهجيب الصلصه بتاعتي واحطها على بقيه الخل والثوم، واحط رشه فلفل، ورشه بسيطه سكر عشان الحموضه بس. انا هشوح، وهنا خلصتها خلاص الصلصه. هشوح اللحمه بتاعتي في معلقه سمنه، وهبتدي ان انا اديها لون حلو كده. انا بحب اللحمه تبقى محمره ومقرمشه في السمنه البلدي، بيبقى طعمها غالي تحفه يعني، بجد. هبتدي ان انا احط العيش بتاعي متحمص وطعمه في منتهى الروعه، والرز. حطيت الرز طبعا، شايفينه مفلفل وجميل ازاي. المغرفتين اللي اخدتهم من الخل والثوم حطيت منهم على الشوربه، وبدات ان انا اسقي الرز والعيش بتاعي شوربه. بس انا ما بحبش اكتر، حابه تكتري براحتك. وحطيت الصلصه اهو،
وابتدي احط اللحمه بتاعتي بعد ما شوحتها، وسبت صلصه على جنب، ويعني تبقى صلصه حمراء وخل وتوم ابيض. يعني بحط كده وبحط كده، اللي يحب يزود يحب، واللي ما يحبش ما يحبش. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.